الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل، واللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم مروه العزب. طبعا رقم التليفون 010 1646 الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. اقسم بالله انا لسه صاحيه من النوم حالا، يعني ما فكرتش ان انا اعمل فيديوهات ولا حاجه، وبقالي فتره يعني مش بنزل فيديوهات، مشغوله وكده. ف عايزه اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا. حادثه بشعه. طب يا بابا سيبني بقى عشان بعمل فيديو، خليك واقف زي ما انت. طلعت اعمله في البلكونه اصلا، لان انا نازله. ف الموضوع مزعلني جدا ووجعني من جوايا. راجل يربي على اساس ان هو عايز بنته تخش جامعه وتبقى حد كويس، اب زي الابهات الكويسه، اب كويس، اب كويس. اما يحصل له كده يا جماعه احنا كده في غفله، اقسم بالله. نقول ايه؟ نقول ان الاب كويس يعني مربي، يعني معنى ان لا اب حشاش ولا اب صايع ولا اب وحش ولا اي حاجه، انه يحصل له ان هو تبقى موته بالموتة البشعه ديت في بالقاس. اللي حصل منا عندها بتاع 16 17 سنه في فتره المراهقه، متعرفوا على شاب اسمه محمد، والشاب ده جه من قريه بالقاس، طبعا المنصوره تبعنا هنا، او مركز بالقاس، قريه تبع مركز بالقاس. انزل يا بابا. المهم ان هو ما تعرفوا على بعض، حبوا بعض، قصص حب الفاشله بتاعت المراهقه وبتاعت القرف دي. ف بدأوا يبقوا في علاقه مش علاقه حرام. طبعا انتوا فاهمين ان البنت بتبقى في الوقت ده همها ان هي تتحضن، مش كل البنات برضو، وتتجوز والكلام دوت. لولا ان بيبقى في بنات بقى ربنا هديها وربنا هديها لاهلها وبيخلصوا جامعتهم وبيفكروا بينقوا العريس الكويس. المهم راح يتقدم لما بينهم علاقه مش كويسه وبينهم قصه حب، فراح يتقدم لوالدها. والدها راجل صاحب محل ادوات كهربائيه او قطع غيار كهرباء، حاجات كده في الاجهزه الكهربائيه. راح تقدم لوالدها، فوالدها قال له لا ما ينفعش، ازاي هجوز بنتي في الوقت ده؟ ازاي او هجوز بنتي وهي 17 ما كملش 18 سنه؟ ازاي؟ قال له ان اهلي موافقين ان انا اتجوز دلوقتي والولد عنده بتاع 18 او 19. على فكره هم مش هياخدوا حكم زي ما انتم مفكرين، يعني عشان قانون الطفل كده. المهم يا جماعه ان الاب طبعا قال له اهلك موافقين، انا مش موافق، انا هدخل بنتي جامعه وبنتي لسه صغيره منا وكده، ما يعرفش ان بينهم علاقه بقى. فالبنت بقى زعلت من باباه وخدت جنب، وبقى محمد بيروح لها في الوقت اللي باباها فين، اللي باباها في شغل. مره في بره. الاب راجع بدري، كان تعبان كده، شارق يعني مصدع او حاجه، وروح البيت بدري. نفس قصه البنت بتاعت بورسعيد. حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يعافينا ربنا يعافينا ربنا يعافينا. نفس قصه البنت الكلبه اللي عملت في مامتها كده في بورسعيد. نفس القصه بتتعاد مع بنت بلاس. دخل بقى الاب، شاف الاستاذه منى والاستاذ محمد مع بعضهم. الاب اتصدم. ومحمد طبعا الاستاذ محمد ما عجبوش الحال ان الاب يشوفهم في الوضع ده، ومنى ما عجبهاش الحال ان هي باباها يشوفها في الوضع ده. قاموا قايمين عليه، مخلصين عليه. مش عايزه اقول لكم الطريقه البشعه اللي خلصوا عليه. بعد ما خلصوا عليه لفوه كده في ملايه. الاب اللي ربى وكبر وخلاها بنت بغله اهي، تمام، حسبي الله ونعم الوكيل. لفته في ملايه، هنى عليها انها تشيل ابوها على المكنه بتاعت الاستاذ محمد، وتشيل ابوها ملفوف بملايه. وسبحان الله راحت رميته على كوم زباله. الاب اللي خلف وربى وكبر وخلاها انسه
اللي كان عايز لها جوازة حلوة، وكان رافض العريس عشان عايز لها جوازة عدلة. بعد اللي حصل آآ يا سبحان الله، الأب اترمى في الزبالة. عملت اللي هي زعلانة طبعًا بعد أمّا روّحت ويدوّروا على أبوها وتبلّغ إن هو باباها مختفي وحد سرقه باين وموّته والّا إيه. المهم الكاميرات جابت إن الأب كان داخل بعد أمّا محمد دخل، وعرفت إيه، وهي قرّت بالموضوع ومحمد يرمي الموضوع عليها وهي ترمي الموضوع على محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو سمحتوا لايك وشيّروا الفيديو ده ضروري.